السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل ان شاء الله النهاردة مع بعض حمام محشي رز. طبعا انا غسله الحمام عندي كويس جدا، وخاليه ما بين اللحم والجلد والكبد والقوانص عندي، مقطعاها وغسلها طبعا كويس عشان هحطها مع الخلطة بتاعت الرز اللي هنحشي بها الحمام. تعالوا بقى مع بعض واحدة واحدة كده هنقول لكم هنعمل ايه. اول خطوه هعملها، انا حطيت سمنه وزبده. هنزل بالبصل بتاعي، انا مقطعاه مكعبات صغيره جدا، لازم يتقطع مكعبات صغيره ما يبقاش مبشور. وهنزل عليهم بفص ثوم، واهم خطوه ان احنا نحط التوابل بتاعتنا مع البصله وهي بتحمر، علشان التوابل لما بتتحط مع البصل بتدي طعم حلو قوي. عندي ملح وفلفل وجوز الطيب مبشوره وقرفه والسبع بهارات، وهنحط طبعا مكعب من الماجي بيدي طعم حلو. بعد ما حطيت التوابل بتاعتي على البصل، شايفين لون البصله بقت عامله ازاي؟ هننزل بعد كده بقى بالكبد والقوانص تتشوح مع البصله، تاخد زي نص سوا. وبعد كده هنزل بالرز، لازم الرز طبعا يكون مغسول كويس ومتصفي من الميه بتاعته. بعد كده هنزل بقى بالرز بتاعي اللي انا غسلاه كويس، ولازم نقلبه كويس جدا عشان ياخد من طعم البصله وطعم البهارات اللي انا حطيتها. نفضل نقلب كده بالشكل ده لحد ما ياخد معايا اللون اللي انا عايزاه من طعم البصله والتوابل. وبكده بتكون الخلطه اصبحت جاهزه عندي. بس طبعا مش هينفع نحشي الحمام والرز سخن، لازم تسيبيه يبرد خالص وبعدين نبتدي نحشي مع بعض الحمام. الرز عندي برد، هنبتدي بقى نحشي الحمام. طبعا احنا ما بنكتموش قوي بالرز علشان خاطر ما يفرقعش مننا، ما نحطش رز هنا. الخلطه كلها بتتحط هنا من ناحيه الزور وبيتحط من الجناب. هنقول لكم بقى هنعمل ازاي. هنحشي من هنا الاول، بس مش هنحط كتير، وهنبتدي نحط الحشوه بتاعتنا كده بالشكل ده، ونوزعها بايدينا كده لحد ما ندخلها هنا كده. طبعا احنا لا هنخيط ولا هنربط. الحمام اول ما بيتحط في الشوربه وهي سخنه بيقفل لوحده. هنبتدي كده بسم الله، ونوزع كده بايدينا كده كده بالشكل ده، ونحط في الجناب من هنا كده كده. خلاص انا حشيت الحمامه، ركزت في الناحيه اللي في الزور، والحته دي طبعا بتبقى فاضيه كده من هنا، ما تحطيش فيها رز عشان ما تفرقعش معاكي وهي بتتسلق او هي بتتحمر. وهنبتدي بقى نكتفها كده بالشكل ده، وبتبقى كده الحمامه عندنا اصبحت ايه كده تمام، خلصت. هنعمل بقى اللي بعده واللي بعده، ولما نخلص معاكم هنقول لكم هنعمل ايه بعد كده. الميه بتاعتي غليت، وحاطه طبعا فيها البوكيه جرنيه، حاطه بصل وطماطم وجزر، حبهان، ورق لورا، مستكه، وفلفل حب اسود. هننزل بقى بالحمام بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تحطي الحمام في الميه والميه بتغلي، لازم تكون الميه بتغلي عشان الحمام يقفل معاكي. طبعا الحمام هياخد وقت بالكتير ساعه الا ربع ساعه، مش اكتر من كده، ونطفي عليه ونشيله من الشوربه بتاعته. الحمام عندي خلاص كده استوى، خد ساعه بالظبط على النار وطفيت عليه وشيلته من الشوربه. عايزه بقى الحمام يبقى لونه كله لون واحد، مفيش حته بيضه وحته حمراء. هنعمل ايه؟ هنجيب معلقه كبيره من الصلصه، هنحط عليها شويه زيت، شويه ملح وشويه فلفل، وهننزل بالحمام كده في الصلصه ونقلبه. هتحمريه في سمنه، هتحمريه في زيت، يكون الكميه بكميه كتيره، يكون الزيت سخن. واول ما تنزلي الحمام في الزيت او السمنه تهدي النار خالص عليه، هيطلع معاكي كله لون واحد. الزيت عندي اصبح جاهز، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نحمر الحمام.
هنبتدي بقى نغرف طبقنا. انا غرفت الرز اللي انا كنت عاملاه للحمام، بس انا زودت عليه شويه رز، وحطيت عليه شويه من الكاري وشويه من الكركم عشان اقدمه مع الحمام. النهارده عملنا حمام محشي رز. اتمنى يا رب تكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للقناه. بشكر كل الناس اللي بتتابعني، اشكركم جدا جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.